لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ طمنوني عنكم، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد هيك ان شاء الله بيعجبكم وبينال اعجابكم صبايا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد من عندي. اهم شي صبايا تابعوا لي الفيديو للاخر فضلا وليس امرا، وربي يسعدكم يخليكم وميت السلامة واهلا وسهلا فيكم. من وين ما عم تحضروني باي وقت عم تحضروني ميت اهلا وسهلا. مثل ما شايفين انا يومي عم نزلكم فيديو هيك روتيني اليومي، شو عم اشتغل، شو عم اعمل، شو عم ساوي، كل الروتين هيك عم نزلكم اياه ان شاء الله هيك بيعجبكم يا رب. واكتبوا لي صبايا هيك بتعليقكم عم يعجبكم الروتينات اليومي ولا لا. شجعوني هيك على يعني بتعليقاتكم الحلوة، شجعوني والله. هيك ما في تفاعل ابدا عن جد، يعني ما بعرف عم انهر وبزعل ليش ما في تفاعل هيك على القناة ما بعرف. والله قد ما عم احسن انه هيك عم صور لكم وعم اتعب وعم منتج وما في تفاعل على يعني على قناتي ابدا. يعني ما بعرف، اكتبوا لي بالتعليق قناتي مثلا فيها هيك شيء انه غلط او مثلا ما عم اقدم شيء حلو. والله الموجود اللي عندي عم قدمه، يعني اللي شو ما عم يعني كيف بدي لكم شو ما عم اطبخ عم صور لكم شو ما عندي. مثلا كل يوم بدي هيك صور لكم مثلا طبخة فخمة او انواع الحلو، يعني ما هيك ما عندي غدرة لهالشي. يعني عم صور لكم الروتينات اليومي، شو عم اشتغل، شو عم اعمل، شو عم ناكل، شو عم نساوي. والحمد لله رب العالمين قال لي هيك الله يعني بيفرجها يا رب. هون اول شي من الصبح هيك عم جهز الفطور. كانت هيك الدنيا شتوية، عم جهز الفطور. كان ابو محمود معطل يعني بالبيت ما هيك طلع على الشغل اليوم. شفت انا مثلا مو نفس اليوم اني مثلا بصور ومنتج، لا مثلا اليوم بصور التاني يوم لحتى انشر الفيديو. عرفتوا كيف؟ إيه والله يا صبايا. هون هيك مثل ما شايفين كان عندي زيتون هيك طلعت العجو منه، حطيت له يعني زيت زيتون وكمون، وحطيت كمان دبس فليفلة، وحركت شوي هيك على الغاز. وعن جد طعمته كتير كتير طيب يا صبايا، ذكرني بأيام سوريا. وهون هيك شو أعمل، خلصت هيك شغل البيت وقلت أحسن شي بدي أقوم أطبخ. استنيت هيك أبو محمود تأخر علي، راح هيك يجيب لي خضرة. قلت أحسن شي بدي أعمل رز هيك مع باذنجان ومع بندورة وفليفلة. ما بعرف انتوا بتاكلوها هالأكلة هاي؟ عن جد صبايا كتير كتير طيبة هالأكلة. مثل ما شايفين هون أول شي حطيت يعني فرمت التوم. يعني الأكلة هي بدها كتير توم، تحب يعني كتر التوم فيها بتطلع كتير طيبة والله يا صبايا. وهون هيك كمان حطيت الفليفلة لأنه بتعرف التوم يعني ما بياكل غلي كتير، بسرعة هيك بيستوي يعني بيشقر. وحطيت الفليفلة وحطيت البندورة. كنت فارمة هيك الباذنجان كمان قطع هيك مربعات، كمان هيك حطيته بحركهم كلهم بهالشكل هيك بخليهم تقريبا 10 دقايق. أكتر من 10 دقايق ما بخليهم، بس هيك تحريكة بسيطة بخليهم هيك يطبخوا. وبعدين راح هيك نضيف المي فوقيته حسب الكمية اللي بدك تطبخيها، حسب قديش بدك تعملي رز. أنا عملت تقريبا زبدية رز، يعني زبدية رز مع زبديتين ونص مي، لأنه المي حط يعني هي بدها زبدية، يعني كل زبدية رز بزبديتين مي. بس أنا ضفت النص لأن الباذنجان راح يتشرب كمان. وحطيت كعبين ماجي وبهار أسود ونعنع كمان يابس وفليفلة حمراء. وهذا هو اللي حطيته. اي والله يا صبايا، ورشة ملح بس هيك ما بعرف يمكن ما ورجيتكم الملح. خليها تطبخ كمان تقريبا هيك ما قلت لكم شوي بس ما تطبخ. بكون هون مصور هالرزات وبحط هالرزات على فوق الباذنجان والبندورة. عن جد صبايا جربوا هالطبخة كتير كتير تطلع طيبة والله. ما بعرف أنا كتير بحبها. ما بعرف اكتبوا لي بالتعليقات انتوا بتطبخوا هالأكلة كتير طيبة، وهيك خاصة جنبها خيار بلبن قديش تطلع طيبة غير شكل والله يا صبايا. صبايا لبين هيك ما بتستوي الطبخة بدردش معكم شوي. ايه طمنوني صبايا عنكم، انتو كيفكن، شو اخباركن، شو عم تساووا، شو عم تشتغلوا هالايام، شو طبختوا اليوم هيك على الغداء؟ ذكروني لحتى هيك بكره مشان يعني فكر شو اطبخ على بكره. لانه انا قبل بيوم بحير بالطبخه. ايش شو في ما في والله عم اشتاق لكم بشتاق لتعليقاتكم. لك ربي يسعدكم يخليكم يخلي لي قلبكم. عن جد صبايا بشكركم كتير كتير على تعليقاتكم وكلامكم الحلو هيك وتشجيعكم إلي. عن جد شكرا لكم صبايا، والله قديش ما شكرتكم قليل بحقكم صبايا. هيك فضلا هيك وليس أمرا، عن جد هيك شيروا لي هالفيديو لأحبابكم لأصحابكم هيك لحتى بس هيك تكبر قناتي شوي ولحتى هيك
يعني كيف بدي لكم هيك يصير تفاعل على القناة عن جد هيك، ويا رب يسعدكم يخليكم. بتمنى كل صبية تدخل على قناتي جديد، بتمنى هيك تحط لمساتها الحلوة، هيك تشترك بقناتي، وأهم شي اللايك يا صبايا، كتروا لي هاللايكات والتعليق الحلوة لحتى يرتفع معي هالفيديو شوي. يرفعوا لي هيك شي فيديو، هيك عندي شي فيديو يضرب يعني عن جد. هيك بتمنى عن جد، تعرف شو أمنيتي؟ هيك يعني بنشر لي هيك شي فيديو في الصباح، وإن الفيديو موصل يعني هيك شي 10,000 مشاهدة، 20,000 مشاهدة. عن جد هيك على طول بحلم، ما بفكر هيك انت مثلا بس هيك كيف بدي لكم، بحط راسي نام بفكر الصبحيات هيك بفوت على اليوتيوب، بقول ان شاء الله هيك ضارب شي عندي الفيديو هذا اللي نشرته اليوم، ان شاء الله هيك ضرب عندي ارتفاع. والله في يمكن لل50 لل60 اكتر من هيك ما في. والحمد لله رب العالمين، شوي شوي هيك يعني. واحد الحياة كلها درجات درجات يعني، واحد يطلع درجة درجة، مو من أول شي بيطلع لآخر السلم بعدين بيقع تنكسر رقبته. اي والله يا صبايا. هون مثل ما شايفين عملت كمان خيار بلبن، وحطيت له توم والنعنع وملح والخيار هيك ولبن كمان. ما في حدا ما بيعرف يعمل خيار بلبن، بس كتير كتير طيب. أنا بحب الخيار بلبن جب، يعني أي أكلة هيك بعملها بحب الخيار بلبن عن جد. هون هيك استوى عندي هالرزات، وحطيت هالبقدونس هيك زينت بهالبقدونس، بس هيك على المستعجل عن جد، على السريع على السريع، لأنه كيف بدي لكم هون اليوم تأخرنا بالغدا كتير كتير. أول مرة بنضل يعني على الغدا بس يكون أب محمود معطل بالبيت، نتأخر. ليش؟ لأنه يعني الفطورنا بيتأخر، مثلا ما بنفطر لل9 لل10. الغدا بيروح أول مرة، يعني كل مرة مثلا إمتى؟ على التنتين، لهالمرة اليوم على الأربعة تغدينا. يعني عشاء بغدا عملناها. أي والله. هون هيك قمت مثل ما شايفين كمان حطيت لهم الغدا تغدوا، يعني هيك بتعرفوا للساعة 4 ها صارت المسويات. إيه هون بالسهرة هيك قمت ضبضبت، شوفي عندي شغل وشوفي هيك حوسي حوالي كلها لميتها. قلت عطول موبيلكم بس خلص تجلي بطريقي باخد. كان ابو محمود هيك جاب لي خضرة بطاطا، وجاب لي هيك خيار، وجاب لي كمان سطل لبن. الله يعطيه العافية. جاب تفاح هيك للأولاد، وكان في كرمانتين هيك كل يوم بحط لهم بالسهرة. قلت أحسن شي هني بحط لهم هيك فواكه، وباخد إلي لأبو محمود عملت هيك بريق الشاي اليوم، أخرت الشاي عليه هيك. كمان حطيت جوز هيك، كتير احنا بنحبه مع الشاي عن جد كتير كتير طيب. اكتبوا لي بالتعليق صبايا، انتوا بتشربوا هيك يعني بتحطوا الجوز بالشاي بتحبوه؟ اللي بيحب الجوز بالشاي بيكتب لي بالتعليق. بس عن جد كتير كتير طيب والله يا صبايا. الجوز بكل حالاته طيب. انا بحب الجوز على كل شيء. اذا عملت يعني إذا عملت كبسة أو مقلوبة أو أي شي بحب هيك بحمسه بالسمنة، وبحطه مثل مكسرات يعني. وإذا عملت الشاي بحب هيك بحطه بالشاي. عن جد كل الجوز هيك بيصير كيف بدي يكون خاص هيك يعني كيف بدي يكون المرة إذا كان حامل تاكل جوز كتير لحتى الولد يجي صاحي. اي والله يا صبايا. هون هيك حطيت لكم للأولاد هيك انه اكتر شي عندي تيم بيحب التفاح. اللهم صل على النبي، عن جد كتير كتير بيحبه. برهومي كل ما بطلع عليه اذا بقول له حط لايك، اذا بقول له هو حط اللايك تلقائيا. لا تخجلوا لي برهومي، حطوا له لايك حرام له، حطوا له لايك لبرهومي لتيم. وهون كانت الحمد لله رب العالمين كان جايتنا الكهرباء، هيك مشغلين الدفاية على الكهرباء، مطفين تبع الغاز. شغلين هيك على الكهرباء اليوم. عن جد لما بتجي الكهرباء بنكيف. هون صبايا هيك تقريبا انا وصلت هيك يعني معكم نهاية الفيديو. ان شاء الله هيك عجبكم ونال اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو صبايا لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لحتى يرسلكم كل شي جديد من عندي. بتمنى من كل صبية جديدة على القناة بتشترك، وربي يسعدكم ويخليكم ان شاء الله. كل يوم رح نزلكم فيديو هيك تعودوا علي له. كل يوم نزلكم فيديو ضلوا هيك شوفوني، شوفوا هيك روتيناتي. ان شاء الله هيك رح نزلكم على الاحسن يعني عن جد. قديش ما عم احسن هيك بحب يعني بنزلكم هيك شي جديد شي، بس الله كريم. تعرفوا انتو هالاوضاع يعني والله الوضع كيف بدي لكم. تعرفوا الوضع بهالوقت صاير سيء كتير كتير. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله مو ولاد يعني طيبين وما في مرض. اهم شي والله هيك ما في مرض بالبيت، يعني هي اكبر نعمة.
الحمد لله رب العالمين على كل شي يا صباي. هون عملكن تفضلوا اشربوا شاي مع الجوز. وهلأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشوفكن فيديو الجاي إن شاء الله.